اهلا بكم حبايب قلبي. ان شاء الله النهارده نعمل احلى زيتون في منتهى الجمال. تعالوا بقى نصلي على الرسول ونشوف هنعمل ايه. بصي بقى يا ست البنات، انا النهارده عامله كميه زيتون في منتهى الجمال زي ما انتم شايفين اهوت. هنرص طبعا بعد ما حطينا الزيتون هنحط الفلفل الكرفس، طبعا انا مقطعاه كده صغننه. ادي طبعا الجزر المبشور، وادي طبعا الفلفل اللي انا فرماه زي ما انتوا شايفينه مصفيه ميته. وطبعا ده الليمون الجميل اللي انا سلقاه نص سلقه وحاشيه طبعا بالفلفل الاحمر. وطبعا 10 فصوص من الثوم انا مفلقاهم من النص. هقلب كل الكلام الجميل دوت. بسم الله. ادي البرطمان زي ما انتوا شايفين اهوت، انا غسلاه ومعقماه. هرص بقى في الكلام الجميل دوت زي ما انتوا شايفين اهو. حبايب قلبي بقى، طالما بتشاهدوني ما تنسوش بقى تحطوا لي اللايك طبعا وتشتركوا لي، عشان انتوا طبعا بتساعدوني باللايكات بتاعتكم ديت ومشاهدات طبعا. زي ما انتوا شايفين حبايب قلبي، الا طبعا دول 3 كيلو من الزيتون، هحط عليهم 2 كيلو العصير الليمون زي ما انتوا شايفين. تمام اوي كده اهوت. تعالوا بقى نعمل محلول الملح. طبعا دي ميه اللي هي الفلفل اللي انا مصفيه الاحمر، احط عليها الميه. وطبعا فوق الطبيعي احياء الملح فوق الطبيعي 3 درجات. وهغطيه بس ايه، هستنى كده قبل ما يتملي كده بحاجات بسيطة، عشان طبعا عندي نص كوباية من الزيت. انا مستكفية بنص كوباية بس، عشان ايه الزيت بيفور ما يبهدلش ايه الدنيا وكده. وطبعا القشر الليمون دوت انا هكتمه خالص زي ما انتوا شايفين، مش هخليه يتنفس. وطبعا هجيب كيس تلاجة اهوت، هطبقه مجوز اهوت واغطيه تمام اهو زي ما انتوا شايفين. ده شكله النهائي يا حبايب قلبي، زي ما انتوا شايفين. صحتين وهنا يا رب على اللي يتفرج عليا.